اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسه مكملين في شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. بصوا بقى، هنا الصينية دي أنا مسمياها الصينية الجبارة. ليه مسميها الصينية الجبارة؟ كل حاجة تنفع تتحط على التتبيلة اللي أنا هعملها دي، سواء كان بسلة، سواء كانت بطاطس، سواء كانت جزر، جميع الخضار، فاصوليا بيضة، بتبقى رهيبة، بتبقى بجد رهيبة. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. عملت هنا كده بطاطس، قطعتها كده جوليان طرنشات كده شرايح. والله لو لسه اول مرة تدخلي المطبخ وعملتي حاجة زي كده هتاخدي طعم في منتهى الجمال. ومسكت كمان كده طماطمايه، شايفين يا بنات؟ طماطم كده مقطعاها كده جوليان بالشكل ده كده على طول. ممكن تقطعها صغير، بس انا اللي كنت عايزاها كده زي البصل على طول طرنشات بالشكل ده كده. الصينية دي بقى انا مسمياها الصينية الجبارة، لان كل حاجة تنفع تتحط فيها. وقرن فلفل كده برضو عليها، وخدي بقى فصين كده من التوم، 3 4 كده لزوم الريحة والطعم بالشكل ده كده. وكمان بقى احط بقى التوابل والبهارات. اول حاجة عندي هنا شطة وكزبرة وفلفل اسمر وكمون وزعتر وشوية من القرفة. حوالي كده نص معلقة من القرفة، بتديها طعم وريحة خرافة خرافة خرافة. وجوز الطيب وورق لورا. وحطي بقى كده وقلبي كده، وشمي عطر التوابل اللي طالع من الصينية الجميلة دي. معلقة واحدة من الخل، على حوالي كده 4 معالق وهحط كمان معلقة من السكر. هو المفروض كده احط معلقة من العسل الابيض، بس ما كانش متوفر عسل ابيض، فكله ايه يعني استغنيت عنه كده. لسه هبعت حد يجيب لي. مشيت حالي زي ما بيقولوا. ده بديل العسل الابيض، معلقه من السكر. وعندي هنا بقى تشكيله خضار كده حلوه كده جميله، كوسه وبطاطس وبسله كانت متخزنه، وحطيت كمان عليها جزرتين كده فريش بالشكل ده كده. وبدات بقى ان انا احط بقى في الصينيه على الخلطه اللي انا عملتها الجميله دي. بصوا الخلطة دي يعني تنفع تتحط بسلة لوحدها، ينفع تتحط كوسة لوحدها. انا ما روحت عند حماتي لقيتها ما شاء الله كانت معلقين بقى خلاص على اللحمة، لانها كانت لحمة ما كانتش صغيرة، كانت وسط كده. قالوا ايه يعني عشان تبقى مستوية ودايبة دوب كده في قلب صينية الخضار اللي انا بعملها بالشكل ده كده. بصوا بقى دول بقى كده سلايفي حبايبي واقفين معايا. انا اقف في المطبخ او اي حد غيري يقف في المطبخ، تلاقينا كده مترصصين كده حوالين بعضينا واقفين معاه بقى، نقعد نرغي بقى ونتكلم ومش عارفه ايه وكده. مسكت بقى اللحمه، جبتها بقى من الحله كده وصفيتها من الشوربه، وهبدا احطها على الصينيه الجباره اللي انا عاملاها دي. مفيش احسن من الوقفه دي، احنا بنقفها سواء كان مواعين واقفين نفس الوقفه، سواء بنفضي اكل واقفين نفس الوقفه، بنغرف واقفين نفس الوقفه، بنعمل اكل برضه واقفين نفس الوقفه. ربنا يخلينا لبعض. بجد مفيش احسن من انك انت تحبي الناس اللي انت قاعده معاهم ومعاشراهم. مفيش احسن من كده. ونفضل بقى نتكلم عن كل حاجة، عن العيال وعن الدروس وعن اللبس ومش عارفة ايه. بنحب ناخد أذواق بعضينا في اللبس. أو أجيب ده، طب ايه رأيك في اللون ده يا رباب؟ طب بصي كده يا أم كارما كده في اللون ده، بصي يا أم شاهد مش عارفة كده. يعني احنا بنحب كده مع بعضينا، احنا أسرة مع بعضينا بالشكل ده كده. حطيت اللحمة على الوش كده، ورجعت بقى قلبتها في الطبق عشان اعرف اقلبها كويس كده، وغطيتها بالخضار بالشكل ده كده. وهبدا بقى اغطيها بالورق الفويل، مش حطيتهاش على النار خالص. انا هبدا بقى احط الصينيه الجباره العملاقه دي، ما شاء الله ما شاء الله. الف هنا على اللي كلوها يا رب، وانا طبعا معاهم على قلبهم بألف هنا. ولفتها كده بالورق الفويل، وحطيها بقى في الفرن. يعني حتى لو اللحمة نية أو الفراخ، حطيها في الفرن. هتاخد حوالي ساعتين، ساعتين في قلب الفرن بالشكل ده كده. غطيتها وحطيتها في الفرن بقى على الرف الوسطاني، خدت لمدة ساعتين. وتعالوا بقى كده فتحناها بقى كده ساعة الفطار على طول. بصوا بقى البخار بقى، يا خراشي يا خراشي على الريحة اللي طالعة، تحفة بجد، كانت رهيبة. بصوا
اللحمة طبعا مستوية، كانت حوالي 70% بقى ولا 50%، وخدت دقيقة التسوية، والخضار شرب من اللحمة واللحمة شرب من الخضار. كانت جميلة. انا كده كنت بشوف كده، بصوا البطاطس خلاص لقيتها دايبة. طريقة سهلة وبسيطة من مطبخ رباب فتحي، كانت حلوة جدا، ريحة وطعم وشكل، وكان بجد تحفة. ولو كنت كمان عملتيها في أي عزومة وحطيتيها على سفرتك، في منتهى الجمال. تعملي جنبيها بقى رز معمر، رز بشعرية، رز أبيض، تتاكل مع كل. شكرا على متابعتكم لمطبخ رباب فتحي.